شايب وعايب. يا عيني لما الشايب بيتدلع بيبقى زي الباب المخلع، والعشق بعد الستين زي المشي في الطين، والفلوس بتخلي العجوز ننوس. دي أمثالنا النهاردة، إزاي بتطبق على حياتنا الاجتماعية والأسرية هنشوف سوا. أنا فريدة مع برنامج مع فريدة، وربنا يهدي سرك. أول مثل معانا النهاردة شايب وعايب. بيرتبط المثل بالشايب اللي هو اللي كبر في السن، ويعني ظهر في شعره الشيب اللي هو الشعر الأبيض. دي كناية، يعني لما بيظهر الشيب الشعر الأبيض في شعر الإنسان فمعناته إن هو كبر. وعايب هو اللي بيعمل العيب. لا، هو مش بيعمل العيب، ده عايب، صيغة مبالغة من العيب، يعني بيعمل العيب ومبالغ فيه. ايه ده؟ هو في كده؟ في شايب راجل كبير في السن او ست ممكن يبقى عايب؟ للأسف بس امتى يكون الشايب عايب؟ لما يكبر في السن ويكون كلامه تافه، ولو حد استشيره في رأي يبقى رأيه تافه، ولو دخل في موضوع يبقى كلامه تافه. لما يكبر في السن ويجري ورا بنات صغيرين يكلمهم على الماسنجر ولا على الفيس ولا على الواتساب ويقابلهم ويعمل علاقة معاهم. لما يكبر في السن وتلاقي لسانه طويل وبيشتم اللي حواليه بسبب ومن غير سبب، وصوته عالي ودايما منتقد بأسلوب غير راقي ومبالغ فيه. لما يكبر في السن وتلاقيه كذاب ويحب ينشر الشائعات ويحب يتكلم على فلان غلط وعلى فلانة غلط. لما يكبر في السن وتلاقي لبسه مش مناسب لسنه، لابس تكنيك كولر مشجر. لما يكبر في السن ويصاحب اللي أصغر منه، ممكن يصاحب أصحاب أولاده أو أصحاب أحفاده كمان. لما يكبر في السن وبيصرف فلوسه على حاجات تافهة ومن ضمنها طبعا البنات، ولما تنتقده وتحاول تعقله يزعل زي الأطفال الصغيرين. طيب ليه بيكون الشايب عايب؟ بيكون الشايب عايب وبيتكلم في التفاهة لأنه حس إنه كبر في السن ورأيه ما بقاش مهم. محدش بقى بيستشيره، محدش بياخد رأيه، حاسس إن هو بقى كمية مهملة في البيت، فبدأ يبقى تافه في كلامه لأنه بيتكلم في أي موضوع وخلاص، ممكن يكون بدون دراية. هو عايز يشارك برأيه بس، عايز يحس إن هو موجود. لما بيبص البنات صغيرة مش بيبقى المقصود منها أي حاجة غير إنه عايز يحس إن هو لسه شباب، لسه في حد رغبه، لسه في حد ممكن يحبه، إنه لسه عايش حتى لو اللي قدامه دي بتضحك عليه. لما بيكون لسانه طويل وبيزعق وبيشتم في أي حد وفي أي وقت، بيبقى عايز يحس إن هو لسه كبير البيت وراجل البيت وإن رأيه مهم. الإحساس بتاع إن هو لسه ما كبرش، إن هو لسه فيه المرق زي ما إحنا بنقول. لما بيكذب وينشر الشائعات ويقعد طول الوقت يقول فلانة وحشة وفلانة ماشيها وحش وفلان وحش وفلان ماشي وحش، ده بيبقى مشوش التفكير. كبر في السن وحتة حكمه على الأمور بالصح أو بالغلط بتكون قلت، فبيبقى شايف الناس من وجهة نظره هو، مش عامل اعتبار للزمن اللي اتغير، مش عامل اعتبار لكبر سنه وانه تفكيره ما بقاش في كامل صحته زي الأول. لما يكون لبسه مش مناسب لسنه بيبقى عايز يحس ان هو لسه شباب، لسه عايش، لسه مرغوب برضه فيه، فبيغير طريقة لبسه بتناسب الشباب اكتر، لان في مرحلة شبابه هيكون بيلف في عجلة ان هو عايز يعمل فلوس،
عايز يكون فلوس علشان يأمن بيها مستقبله ومستقبل ولاده، ويعلمهم ويسفرهم بره او يجيب لهم شقق. فعجلة الحياة نسيته انه يعيش شبابه. ونفس القصة دي ان هو لما يصاحب ولاد صغيرين من دور احفاده او من دور ولاده، لما يصرف فلوسه على الفاضية والمليان، هيبقى حاسس من جواه ان الفلوس دي جمعها في وقت كان المفروض يعيش فيه شبابه، تلاتينات اوائل الاربعينات والعشرينات ساعات. بيبقى طول عمره بيشتغل وبس عشان يلم فلوس، ملحقش يصرفها، ملحقش يتمتع بيها، ملحقش يجيب بيها اللي هو عايزه، معرفش يحس انه معاه فلوس. هو كده بيبقى فاكر ان هو بيدلع نفسه بفلوسه اللي ما تمتعش بيها عشان كان بيلمها. بس يا عيني لما الشايب بيتدلع بيبقى عامل زي الباب المخلع. بيرتبط المثل بالباب القديم اللي خشبه قديم وشكله قديم وبياضه قديم، بس كل ما بنيجي نقفله او نفتحه ما بيعملش اي حاجة تفيدنا غير انه بيطلع صوت الزقزقة، صوت صرير الباب، بيزعجنا بيه وبس. بيروح يتعرف على بنوتة صغيرة، بيبقى عايز بقى يحس بالإحساس اللي كان نفسه يحسه زمان، أو إحساس عايز يحسه دلوقتي عشان ما يحسش إن هو كبر في السن. بتبقى العلاقة بينهم بقى إيه؟ خلي بالك من نفسك، ابقي طمنيني عليكي، ابقي كلميني، أيوة يا بيبي، وعينيكي فيها حزن، فاكرينها؟ ده اللي احنا بنقول عليه كده العجوز المتصابي. هو ده العجوز المتصابي اللي بيوصل للمرحلة دي من اللي حوالينا، بيبقى بسببين. أول سبب اللي احنا لسه قايلينه، إن هو تعب في شبابه جدا وكان كل همه جمع الفلوس وعجلة الحياة دهسته. تاني نوع اللي هو بيبقى حاسس إن هو قرب يموت ونفسه يعيش شوية مشاعر حلوة وجميلة كده قبل ما يتكل على الله، أو عايز يحس إن هو لسه فيه الروح ولسه مرغوب. والحاجتين دول احنا قلناهم قبل كده. بس مهما تعمل هتبقى برضو زي الباب المخلع، بس هو مبسوط، راضي نفسه وراضي مشاعره واحاسيسه ان هو يحس بكده، فهو مبسوط. هو مبسوط بكده ومستمتع بكده وحابب كده، ومش قابل اي اعتراض من اي حد حواليه ان هو يغير كده. وبيقول لنفسه الفلوس تخلي العجوز ننوس. بيرتبط المثل بالراجل العجوز اللي معاه فلوس، يخليه في نظر الناس ان هو لسه عيل صغير ننوس. وهو لو معاه فلوس مش هيبقى ننوس بس، ده هيبقى ننوس النسانيس كلها. وبيبقى ننوس قوي في نظر البنوتة الجميلة الصغنونة اللي هو عايز يسترجع معاها شبابه. للأسف بنلاقي الكلام ده في مجتمعنا، هتلاقي العجوز الننوس المتصابي، وهتلاقي البنت اللي بترتبط بالعجوز الننوس المتصابي عشان خاطر فلوس. هو معاه فلوس يخرجها ويفسحها، هو معاه فلوس يشتري لها فساتين ويديها مصروف ويصرف عليها، هو معاه فلوس يشوف طلباتها واحتياجاتها ويقضيها. هي محتاجة انه يدلعها ويصرف عليها ويخليها مش محتاجة حاجة. وهو بيبقى محتاج الحب، حتى لو حب سوري، حتى لو حب مش حقيقي، بس هي بتحسسه ان هي بتحبه ومهتمية بيه وفرحانة باهتمامه علشان تاخد منه اللي هي عايزاه. هي علاقة منفعة من طرفين، زي ما قلت لكم، هي بتستنفع بفلوسه وهو بيستنفع بمشاعرها الحلوة اللي هو نفسه يعيشها في الوقت ده، علشان ما يحسش ان كبر وعجز وما بقاش مرغوب فيه. هو بياخد منها اللي هو عايزه وهي بتاخد منه اللي هي عايزاه. يبقى الفلوس خلت العجوز ننوس. بس انا احب اقول لك يا عجوز يا شايب،
ان الحب بعد ال60 زي المشي في الطين. بيرتبط المثل بان واحد عنده 60 سنة ورجله غرزت في الطين، او شارع مليان طين وماشي فيه، حركته هتبقى بطيئة ومشيه هيبقى بطيء وهيبقى مش قادر يمشي، وممكن في الاخر يقوم متكفي على وشه واقع، لانك شايب وحبيت بنت صغيرة لا هتعرف تكمل معاها حتى لو بفلوسك، لانها في الاول وفي الاخر هتاخد منك اللي هي عايزاه وتستكفي وتروح تدور على واحد قدها في السن، لانك مش هتكمل معاها في كل مشاورها وخروجاتها وفسحاتها، لانك كبير في السن ماشي في الطين، لانك مش هتقدر تكمل صرف عليها في كل طلباتها وفساتينها ومصاريفها، لان في الاول وفي الاخر الفلوس ديت انت بتاخدها لا اما من معاشك لا اما من ولادك لا اما قرشين مجركنهم على جنب هيخلصوا وانت ماشي في الطين، لانك في اغلب الاوقات لما يتعرف الموضوع ده عنك هتلاقي تهجم من ولادك ومن احفادك ومن قرايبك كلهم على اللي انت بتعمله، فهتروح تقابلها سر وهتصرف عليها سر وهتمشي في الطين. لما تلاقي فلوسك خلصت ومصدر رزقك خلص ومش هتقدر تصرف عليها وهتبدأ تاخد من ولادك او تستلف من اخواتك علشان تصرف عليها، وهيبدأ تهجم منهم صريح انت بتاخد الفلوس عشان تصرفها على بنات صغيرين فمش هيبقى معاك فلوس، وهتطلب منها الاهتمام والحب وان هي ترجع معاك زي الاول مش هتلاقيه لانك ماشي في الطين. طب احنا عندنا حد متصابي شايب وبقى عايب، نتصرف معاه ازاي؟ اللي بيتصرف معاه اول ناس هما الناس المقربين ليه اللي هم ولاده واحفاده او اخواته، فاحسن حل يعملوا اللي حواليه وبالاخص ولاده واحفاده، اول حاجه لما يلاقوه اتغير في طريقه لبسه صبغ وحلق شنبه او صبغه وهندم نفسه بدا يلبس الملابس الجميله بتاعت اللي اقل منه كتير في السن، ما يهاجموهوش، ما يقولولوش ايه يا بابا ايه يا جدو اللي انت لابسه ده مش مناسب لسنك، ايه ده يا بابا انت حلقت دقنك وحلقت شنبك وصبغت شعرك مش سنك اللي بيعملوا ما تهاجموش ابدا، بالعكس انتوا تشيدوا بحلاوته ورونقه وجماله وانه بدأ يبقى شباب. ليه؟ علشان انتوا لما تقولوا له كده بتفتحوا الباب ان هو يبدأ يحكي لكم، يحس بأريحية معاكم في الكلام. خارج بيقول لكم ان انا خارج، رايح اقابل، اصل انا شفت جو جديد فاصل انا شفت، يحس ان انتوا بقيتوا صحابه معاه على نفس الوتيره يعني. تاني حاجه ان انتوا دايما تفكروه برفقه زمان، فاكر يا بابا فاكر يا جدو صاحبك بتاع زمان بتاع الكليه هو فين دلوقتي هو مبقاش موجود، وتحاولوا تقربوه منهم تاني وتحاولوا بقدر الامكان تعيدوا الصله دي تاني، لان لما هيبقى زهقان وهيبقى متضايق بدل ما يروح يفكر في بنوته يكلمها على الفيس لا يتصل بصاحبه يتقابلوا على القهوه او في النادي، لما يحس ان هو انتوا الحياه شغلاكوا وان انتوا مش معاه يقوم متصل بيه او مكلمه فيس او مكلمه ماسنجر ويقعد يدردش معاه. تاني حاجه ان اصحابه اللي في نفس سنه دول لو واحد فيهم دماغه شطحت وبدأ ان هو يفكر بتصابي مع بنوته صغيره يعمل معاها علاقه، هتلاقي اللي حواليه بينصحوه بعكس كده، وهيكون كلامهم ليه طيب على قلبه كده، مش حاسس بالنديه مش حاسس بالعند عشان هو كمان ما يعاندش، حاسس كده بأريحيه في الكلام معاهم. تالت حاجه بالنسبه ليكم انتوا الاهل المقربين ليه حاولوا زياراتكم ليه بصفه مستمره ودايما، ولو انتوا الابناء مش فاضيين قوي ان انتوا تزوروه ابعتوا ولادكم اللي هم احفاده، لانه في الاول وفي الاخر روحه فيهم، هيقعد يلعب معاهم ويفرح معاهم ويقضي وقت جميل وقت الفراغ اللي هو بيحس بيه، فبيبدا يدور على علاقات خارجيه بره مش مناسبه ليه ولا لسنه ولا ليكم، غير ان هو بيقضي وقت الجميل دوت بيبص لاحفاده نظره ان دول احفادي فانا فعلا كبرت في السن،
انا مش متصابي، انا مش لسه عيل صغير. رابع حاجه، لو كانوا الاحفاد كبار شويه او الابناء اصحاب باباهم شويه وبداوا يحس ان هو بدا يتجه او بيفكر في الجنس الاخر، يعرضوا عليه الجواز. بابا ايه رايك لما تتجوز؟ جدو ايه رايك لما تتجوز؟ احنا عشان نشوف لك عروسه حلوه كده مناسبه لسنك ومناسبه لشكلك الاجتماعي وشكلنا الاجتماعي. ما اكيد هم لما انتوا هتتكلموا معاه في موضوع الجواز مش هتجيبوا له واحده من سن احفاده او اصغر، لا هتدوروا معاه على واحده ست مناسبه لظروفه ومناسبه لحالته الاجتماعيه وحالته السنيه وشكلكم انتوا قدام الناس. حبايبي، الشايب لو عايب تقصير منكم انتوا ولاده واحفاده واخواته، انتوا اللي خليتوه عاب. انتوا قصرتوا في زياراتكم ليه واهتمامكم بيه وسؤالكم عليه، فحس بالفراغ وحس بالوحده وحس ان كبر وان انتوا مستنيينه يموت. فهو مش عايز يموت، هو عايز يحس بالاحاسيس الجميله اللي تخليه لسه عايش، حتى لو احاسيس مزيفه. باباكم او جدكم مادام لسه عايش يبقى امانه في رقبتكم. ما تعاملهوش على انه كبر وما بقاش ليه لازمه، لانه كده هيروح يدور على لازمته مع حد تاني، وممكن الحد التاني ده يكون هو الحد الخطأ. ارجعوا لنفسيكم وشوفوا انتوا غلطانين في ايه وقصرتوا معاه في ايه، وحاولوا ترجعوه لصوابه، بس بهدوء وباحترام، انه مهما كان كبر في السن او عمل غلطات فهو ابوكم وجدكم وكبير العيله. وان شاء الله ربنا يهدي سرك. ومع فريده ربنا يهدي سرك.